وانتهت مباراة الفرص الضائعة ما بين النصر والهلال 1-1. التعادل هو نتيجة المباراة النهائية. للأسف النصر معرفش يستغل التهاون اللي كان فيه فريق الهلال في الشوط الأول وينهي المباراة بالمكسب. للأسف لاعيبة النصر ما كانتش مصدقه انها كسبانه الهلال من اول المباراه، لان اللعيبه دي لو كانت مصدقه انها كسبانه وبتثق في نفسها جدا كانوا على الاقل الشوط الاول طلع ما لا يقل عن 3-4-0. نادي الهلال ما كانش موجود بالمره الشوط الاول، ونزل في الشوط الثاني لعب وبدأ يكون ند بند لنادي النصر وضيع اكتر من فرصه كمان. وبرضه لعيبه النصر ضيعت اكتر من فرصه في الشوط الثاني. كريستيانو النهارده مضيع هدفين 3، ساديو ماني مضيع هدفين 3، وهو كان السبب في ضربه الجزاء اللي كانت في نهايه المباراه. بعيدا عن اي حاجه، ضربه جزاء مش ضربه جزاء، من بره من جوه، ساديو ماني والتهور اللي هو فيه في نهايه المباراه. ساديو ماني ما بيلعبش غير بايده، ما بيجريش غير بايده، ما بيحجزش غير بايده. انت ما ينفعش تعمل ده حتى لو قريب من منطقه الجزاء. انت ما تضمنش الحكم ده ممكن يعمل ايه وانت في نهايه المباراه. على الاقل خلص المباراه بالمكسب ال1-0 اللي ملوش اي لازمه ده، بس تبقى كسبان. عايزين نخرج من المباراه كسبانين قبل مباراه كاس الملك اللي بعد 15 يوم. انت لو كنت النهارده كسبت المباراة كان الوضع اختلف، كنت هتأثر على الهلال، كنت معنويا هتأثر عليه ان انت كسبته، هترفع من معنوياتك، وهتأثر كمان على لعيبة الهلال وعلى فريق الهلال كله وجماهيره اللي بيدوروا على الدوري الذهبي. انت كده بتهدي لهم الدوري الذهبي على طبق من ذهب، وانت السبب. انت اللي كان في ايدك الفرصه ان انت تكسب وما عرفتش تكسب، انت اللي ضيعت. كريستيانو النهارده كان تركيز مفيش وما ينفعش. انت اكتر من فرصه مؤكده انت كنت بتحتفل بالهدف قبل ما يدخل، عشان كده ضيعت الكور بالشكل ده. ساديو ماني هو ده الطبيعي ان هو يضيع، الطبيعي انه يضيع، الطبيعي ان هو يموت الهجمه، هو ده طبيعه ساديو ماني. بس الجديد بتاع النهارده ان ساديو ماني بيضيع ويموت الهجمات السريعه، وكمان يتسبب في ضربه جزاء ويدخل منها هدف التعادل والمباراه تنتهي بالتعادل. اصل المباراه كانت ميته ما فيهاش اي روح، وكمان يعني كنا بنقول المكسب هيكون ملوش طعم، طلع لمكسب يا دوب تعادل. ومش عايز حد يقول لي اصل دي ضربه جزاء، اصل ما اعرفش ايه، اصل ظلم، اصل كذا. يا جماعه الفكره من اول المباراه، اللعيبه بتضيع من اول المباراه. اللعيبه دي لو كانوا ما ضيعوش ولعبوا بجديه من اول المباراه، ولو كانوا صدقوا في نفسهم، كان زمانك كسبان سكور 4-5 على الهلال. ولو كانت ضربة الجزاء دي جت ما كانش هتفرق في حاجة. بس انت اللي حطيت نفسك في الوضع ده، انت اللي سبت الفرقة لحد اخر دقيقة ممكن يجي فيك ضربة جزاء حتى لو ظلم، بس في الاخر انت بتتعادل 1-1 في الوقت بدل الضايع. للأسف انت ضيعت على نفسك النهاردة مكسب مش هتلاقيه تاني، مش هتلاقي الهلال بالوضعيه دي تاني، مش هتلاقي الهلال ناقص واحد مهم جدا زي سالم الدوسري ومهم جدا في الدفاع زي كوليبالي. مش هتلاقي الهلال بالوضعيه دي، مش هتلاقي الهلال بيلعبك في مباراه لسه قبلها ب3-4 ايام متوج ببطوله الدوري ومعنوياته ومبسوط وعمال بيحتفل. مش هتلاقي الفرصه دي تاني. فربنا يستر علينا في مباراه الكاس لو ما لعبناش بجديه ولو ما صدقناش في نفسنا والمدرب صدق في نفسه ان هو ممكن يكسب. تعال شوف فرحه المدرب في اول دقيقه قايم فرحان ازاي بالهدف. يا عم ده انت لسه في اول مباراه، ايه يعني لما حطيت هدف؟ انت لسه وراك 90 دقيقه واكتر كمان، واصل ل 100 دقيقه. انت كان المفروض تبقى قاعد بره تقول لعيبتك العب واضغط وحط اهداف، والفرصه اللي بتضيع دي المفروض تشد الناس عليها. انت لا، عادي طالع ما بين الشوطين لعيبه كده عادي، ونازل في الشوط الثاني لعيبه برضو عادي، مفيش ضغط مفيش لعب. ولما جيت مسكت الكوره بتاع 10 دقايق ضيعت لك برضه 3-4 اهداف. انت عارف الهلال لو هو اللي كان ماسك الكوره في المباراه دي واتحققت له الفرص اللي انت حققتها طول المباراه، كان على الاقل الهلال طلع 5-6-0 النهارده. لان الهلال ما بيضيعش، الهلال من انصاف الفرص بيعرف يخلص. انما احنا للاسف ضيعنا كتير، واللي يضيع يستقبل، وكان ممكن كمان نخسر المباراه. يا ريت نتعلم من اخطاء المباراه دي كده كده تحصيل حاصل، هي بس كانت للمعنويات مش اكتر. المباراه الجايه ما ينفعش فيها تهاون، لازم المكسب في مباراه الكاس. ما ينفعش السنه دي نطلع من غير ولا بطوله رسميه بعيدا عن البطوله العربيه، لازم نكسب بطوله كاس الملك، واحلى حاجه فيها انها مكسب مع فريق كبير زي فريق الهلال. بس عموما المباراة في المجمل ما كانتش حلوة جدا، لا للنصر ولا للهلال، ولا حد يجي يقول لي احنا كنا ماسكين كورة والاداء ومعرفش. لا، المباراة كانت بدون روح خالص. ومعروف يعني فريق الهلال ممكن يكون ما بيلعبش بالروح دي علشان خاطر انه لسه متوج بالدوري، والمباراة بالنسبة له تحصيل حاصل، الا يمكن علشان بس رقم قياسي ان هو ياخد الدوري بدون هزيمة ويحقق
الدوري الذهبي فقط لا غير. هو ده كان الطموح بتاع الهلال، وده اللي كان ممكن يكون بيسعى له. انما مكسب خساره ما كانش يفرق مع الهلال في حاجه، لكن الموضوع كان مهم جدا بالنسبه لنا احنا، كان مهم جدا بالنسبه للاعيبه النصر قبل مباراه الكاس، كان مهم جدا لجماهير النصر وادارته. لكن قدر الله وما شاء فعل، المباراه انتهت بالتعادل. يا ريت نتعلم من الاخطاء اللي حصلت في المباراه دي ونتلافاها علشان مباراه الكاس. واتمنى مباراه الكاس تكون نصراويه والكاس يكون نصراوي باذن الله رب العالمين. شكرا لكم، نشوفكم في مباراه تانيه باذن الله رب العالمين. سلام.